تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة برهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعي راديو السلام حول العالم أينما كنتم. تجدد اللقاء بكم اليوم الثلاثاء. طبعا هذا اللقاء شوية بعد فترة انقطاع، يعني ربما تكون شوية طويلة، وأكيد نحن متشوقين نحن نلتقي بكم من خلال برنامجنا برنامج خطوة. موضوع حلقة اليوم من المواضيع الاجتماعية بعنوان نوافذ الحياة. واليوم راح نتكلم عن نوافذ الحياة المختلفة. هو في الحقيقة ما في نوافذ كبيرة، نوافذ الحياة هي نافذتين. الإنسان في هذه الدنيا يعني لما يمر بمواقف معينة، مواقف ربما تكون سعيدة، ربما تكون كئيبة، ربما تكون حزينة، ربما يمر بصعوبات، ربما يمر بلحظات سعادة، ربما يمر بلحظات تشويش، أو لازم أن يتخذ قرار في أمر ما، فيكون عنده تشويش في طريقة تفكيره تخليه ما يقدر يتخذ أي خطوة. ربما يكون يمر بمرحلة القرار للزواج، الدخول في موضوع زواج، أو اختيار تخصص في الجامعة، أو السفر والانتقال لبلد آخر، أو تبديل الوظيفة، أو الدخول في علاقة اجتماعية معينة، أو الدخول في مشروع، أو الخروج منه. أي شيء يستلزم من الإنسان أنه يتخذ فيه قرار أو رأي معين. وربما حتى السعادة والحزن اللي يمر على الإنسان يحتاج فيه كمان طريقة معينة للحكم عليه. لذلك عند الإنسان دائما في هذه الأحوال كلها اللي تمر علينا من تحولات الحياة الدنيا أو من مقتضيات الحياة الدنيا، عندنا نافذتين فقط لرؤية الأشياء من خلالها. بناء على النافذة اللي احنا نشوف فيها هذا الشيء راح يكون الكلام، وراح يكون القرار، وراح يكون ردة الفعل، وراح يكون الشعور كمان اللي يتبعه. مثلا لو اتخذنا موضوع الزواج، أو موضوع الانتقال من بلد لبلد، أو موضوع الدخول في مشروع معين، أو قطع علاقة معينة، أو قرار الطلاق مثلا. في ناس تنظر للأشياء كلها هذه في الحياة من نافذة العقل، فتبدأ تحكم عليها من خلال عقلها فقط. من خلال عقلها، تفكير العقل يقوم على حسابات معينة، حسابات الخسائر والأرباح، ماذا أستفيد وماذا لا أستفيد، إيش ينفعني وإيش ما ينفعني، إيش يفيدني وإيش ما يفيدني. طيب، إيش ينفعني وإيش ما ينفعني على المدى البعيد، وإيش ينفعني وما ينفعني على المدى القريب. العقل كده ينظر للأشياء، ينظر للأشياء زي نظرتنا للأرقام. 1 زائد 1 يساوي 2، 4 زائد 4 يساوي 8، 5 ناقص 5 يساوي 0. هذا هو العقل، كده ينظر للأشياء مجردة تماما، بدون ما يركب لها يدين ولا رجلين، لا يزيد في القصة ولا ينقص، خلاص زي ما هي كده. أو زي ما نقول نحن بالعامية، ينظر لها كده نظرة جافة ناشفة، بدون ما يضفي عليها أي شيء، إنما يحكم عليها من خلال عقله هو، ومن خلال
قدرته هو، ومن خلال العلم تبعه، من خلال حالته البشرية كإنسان فقط يعني، وينظر لها من خلال الواقع اللي يعيشه، ومن خلال النظام اللي يعيشه، ومن خلال الرأي المجتمعي في الناس المحيطين به، يتأثر بهذا الرأي، فبالتالي يأخذ الموضوع كذا بالعقل. فلما نجي نكلم إنسان في موضوع ما، مثلا نقول مثلا موضوع الطلاق، بمنظور العقل الطلاق معناها هدم الأسرة، والبيت يتشتتوا، والمرأة تتبهدل، والأولاد يتربوا تربية سيئة جدا لغياب الأبوين مع بعضهم البعض في البيت، والناس إيش راح يقولوا عن المطلقة، والناس كيف حياخدوا واحدة مطلقة كيف حتبدأ حياتها من جديد، وهذه المطلقة ما راح تلاقي أحد يصرف عليها ولا أحد يقيم لها وزن، فحتشحت العناية والاهتمام من المجتمع، من الناس، من الأقارب، من الأهل، فحتكون هي تحت رحمة نظرة الشفقة والرحمة لهذه الإنسانة. وهؤلاء الأبناء سوف يشعروا كمان إيش بالتعاسة والشقاء. ليش؟ لأنه والله أبوهم وأمهم مطلقين، فطبيعي يعني إنه يكون وضعهم النفسي زي الزفت، فبالتالي يتصرفوا تصرفات سيئة، أو إنهم ينحرفوا، وده مبرر طبيعي يعني، ما هم جايين لأبوين مطلقين يعني. هذا كلام العقل، وكلام الناس، وكلام الواقع، وكلام النظام، وكلام الحالة اللي احنا نعيشها. فالإنسان اللي ينظر للموضوع بعين العقل ينظر له كذا بناء على ما انتهى إليه علمه وفهمه لهذا الجانب. وفي ناس ثانية برضو بعين العقل تنظر للموضوع ده بطريقة أخرى مختلفة، ما فيها تشاؤم زي كذا، إنما فيها تفاؤل. والله ما في مشكلة من الطلاق، يعني نفس القصة يعني. ليش ما في مشكلة؟ طيب أحسن الرجل والمرأة يعيشوا في شقاء وتعاسة، ويفقدوا حتى احترامهم لبعضهم البعض، والبيت دائما يصير ساحة معركة، والأبناء ما يقدروا يعيشوا فيه بسلام، ولا أحسن ينفصلوا بهدوء، والأم تتولى مسؤولية تربية أولادها أو الاعتناء بهم، والأب يصرف عليهم من بعيد، ويبقوا في حالة استقرار، وكل فترة يشوفهم أبوهم، والأمور تمام، ويحافظوا على كيانهم كأسرة، لكن منفصل الرجل عن المرأة فقط، لكن كيانهم كأسرة موجود يعني، طيب، ومحافظ عليه. هذا كمان عين العقل. ويجي العاقل هذا يقول لك كمان الله سبحانه وتعالى زي ما قدر الزواج قدر الطلاق، ففي كلاهما خير. طب هذا عاقل وعين العقل، إيش الاختلاف بينهم؟ الاختلاف بينهم أنه في شخص بعين العقل لكنه يؤمن بالله سبحانه وتعالى، مرتبط عقله هذا بالله سبحانه وتعالى، ويشوف أنه في الحياة في فرص أخرى، ربما هذه ما ليست فرصته الوحيدة، فينطلق في الحكم على هذا الشيء، أنه هو كل أمر المؤمن خير من خلال الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذن النظرة هنا كلها بالرغم أنها بالعقل والعقل، لكن كانت تفتقر إلى وجود الله سبحانه وتعالى في حساباتنا وفي مزاجنا، لأن القرارات العقلية الإنسان يتخذها بناء على الواقع والنظام وما يقوله الناس، وهذا ما عليه الحال، معناها أنه طيب، نرجع إذا نقول إيش؟ أنه كلا الشخصين اللي نظروا للمسألة بعين العقل كلاهما نظروا بطريقة صحيحة، لكن تفتقر إلى الإيمان. في واحد فيهم طبعا كان نظرته بالعقل لا تفتقر للإيمان، لأنه جعل الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ، وأن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار، فهو اتخذ إله في السماء. طبعا هذا الكلام مو مسألة في الطلاق فقط، إنما حتى في الزواج، إنما في أي شيء.
احنا قلنا هذه النافذة الأولى للإنسان يحكم بها وينظر للأشياء في الحياة من خلالها وينطلق فيها بالعقل. طبعا أكثر جملة ممكن نسمعها لما نتكلم مع الناس هذولا، أي يعني مسألة تعرض عليهم أو موضوع يتكلموا فيه أو أي شيء، دائما يستخدموا كلمة العقل. يعني بالعقل، كيف يعني تبغاني أفكر كذا؟ بالعقل، فكر في المسألة هذه بالعقل بالعقل بالعقل. دائما نسمع الجملة دي منهم، هذول اللي يشوفوا الأشياء كذا ناشفة بدون أي شيء. طيب، ودائما يعملوا العقل بزيادة وما يتعاملوا مع الموضوع إنه الله سبحانه وتعالى موجود، وإن هم قاعد يتكلموا من خلال قدرتهم كبشر فقط، مش أكثر من كده. لكن وجود الله سبحانه وتعالى حتمي في حياتهم ومؤثر في حياتهم. وينسوا ويتناسوا كثيرا مسألة إيش؟ أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فدائما على لسانهم هؤلاء اللي يفكروا بالعقل دائما، لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا وكذا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وقال لنا يعني إيش؟ إن لو تفتح عمل الشيطان. ليش؟ لأن لو هذه تجعل الإنسان يشعر بالأسى والحزن والنكد واليأس، ويشعر أنه هو كان قاب قوسين أو أدنى من الحصول على الشيء الذي يرغب فيه، لكنه لم يفعل هذا الشيء. خطأ يعني في الخطة، شيء بسيط. تمام؟ إذن هذه هي النافذة الأولى اللي ينطلق فيها الإنسان من نظر الحياة. في الحياة في أشياء كثيرة جدا الإنسان ينظر لها فقط بعين العقل. الواقع الحالي للإنسان الآن اللي نحن كلنا قاعدين نعيشه، الواقع القائم على الظروف والمتغيرات الجديدة حول العالم وحول الدول اللي احنا قاعدين نعيش فيها مثلا، والواقع الاقتصادي اللي احنا قاعدين نعيش فيه. طيب، والواقع الاجتماعي الجديد بسبب الهجرات الجديدة اللي صارت وتفكك العائلات أو تفرق العائلات، مو تفكك، تفرق العائلات في أماكن معينة، يعني كل واحد يتوزع وصاروا يعيشوا في أماكن مختلفة. وأشياء كثيرة جدا قاعدة تأثر على قرار الإنسان وطريقة تفكيره وحكمه على الأشياء والقرارات اللي يتخذها. ليش طيب قاعدة تأثر عليه؟ لأنه هي قائمة على المخاوف، الخوف من المستقبل، الخوف إنه لا يصير كذا ولا يصير كذا ولا يصير كذا ولا يصير كذا. كل القرارات قائمة، القرارات التي تقوم على أساس الخوف هي قرارات خاطئة تماما. ليش؟ لأن الإنسان لما يكون خايف ويفكر بعقله كمان في أشياء معينة أو أمور خير قاعدة تحدث، لا يستطيع عقله أن يراها. ليش؟ لأنه هو تركيزه في جانب الخوف والقلق فقط. فجانب الخوف والقلق الذي يعيشه الإنسان يأثر تماما على كل خطوة يسير فيها في اتجاه في الحياة أو على أي قرار يتخذه في الحياة. طالعين فاصل وراجعين لكم بعد الفاصل. راح نتكلم عن النافذة الثانية من نوافذ الحياة اللي الإنسان من خلالها لما ينظر كيف يحكم على الأمور وكيف ينظر لها. لا تروح بعيد، خليكم معنا. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة. وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية،
اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن. رجعنا لكم بعد الفاصل في النافذة الثانية من نوافذ الحياة. النافذة الثانية من نوافذ الحياة هي نافذة القلب ونافذة المشاعر. هذه النافذة اللي لما ننظر للأشياء نحن نعطيها لون معين. نافذة القلب دائما تلون الأشياء، إما تلونها بألوان حلوة وزاهية ومفرحة، وإما أنها تلونها بألوان قاتمة وغامقة ومحزنة مع الأسف الشديد. فكل حدث يصير في الحياة يبدأ الإنسان يفكر فيه بعواطفه ومشاعره ويحكم عليه وحسب الحالة. يعني مثلا نقول موضوع الزواج. موضوع الزواج لما يعرض والولد ولا البنت يبغى يفكر فيه، إذا فكر فيه بقلبه وهو يريد أو تريد الزواج، معناها هي أو هذا الشخص يريد الزواج من هذه الفتاة، أو هذه الفتاة تريد الزواج من هذا الشخص بعينه، حتغمض عينها أو حيغمض عينه عن العيوب، عن النقائص، عن الأشياء اللي تخليه يعيد النظر في الموضوع. في قول أو بيت شعر حلو جدا في ذا الجانب يقول: وعين الرضا عن كل عيب كليلة. يعني عين القلب لما تكون راضية وحابة الشيء التي تقوم فيه، عن كل عيب هي كليلة. كليلة يعني ما تقدر تشوف. فبالتالي لما تيجي البنت مثلا تبغى تتزوج هذا الرجل، أهلها يقولوا لها والله ما يصلح لك هذا فلان الفلاني، في كذا وفي كذا وفي كذا، وهي تبغى تتزوج هذا الشخص، حتقول لهم إيش؟ لا مو صحيح، انتوا اللي تفكروا كذا، لكن هو في كذا وكذا. تبدأ تذكر الامتيازات اللي عنده أو الذي تظن أنه هي عنده. ليش؟ لأنه هي بعين الهوى والحب جالسة تنظر للموضوع هذا كله، بعين الرغبة أنه هذا الرجل هو سوف يسعدها، فتصر عليه وتلح عليه وتصمم وتقاتل أهلها كلهم وإلى آخره، تتمسك فيه. ولما تتزوجوا تبدأ بعد الزواج بفترة، أو الرجل بعد الزواج بفترة، يبدأ يفكر بالعقل، بعين العقل، أو ينظر للموضوع من نافذة العقل، فيبدأ يطلع كمان كل العيوب والأخطاء. ويكون هنا طبعا في الحالتين هو وقع في المحظور أو في الشيء الذي يجب أن لا يقع فيه الإنسان. هذه من الأشياء اللي تحدث الإنسان. نفس الشيء مو بس في الزواج، في أي أمر من هذه الأمور التي تمر على الإنسان في الحياة. قرار بسيط مثلا زي قرار الانتقال من بيت لبيت، أبغى أنتقل والله من هذا البيت لهذا البيت، الواحد لازم يفكر فيه. فالإنسان إذا فكر بعقله فقط حيجلس يحسبها حسابات ناشفة، يعني زي حسابات الرياضيات، مع الإغفال على الناحية النفسية. يعني طيب ماشي، الانتقال من هذا البيت لازم، البيت الجديد هذا فيه امتيازات أكثر وأحسن وإلى آخره. طيب لو جينا في نفس القرار هذا فكرنا بس بالقلب، حنقول إيش؟ لا، أنا هذا البيت القديم عاجبني وكل شيء فيه تمام، وجيراني وأهلي والحي والدنيا وإلى آخره، ويكون البيت القديم هذا مليان عيوب وما ينفع حتى الواحد يعيش فيه. والبيت الجديد هذا أنظر له بعين القلب، فأقول إيش؟ بيت بعيد وبعيد عن الناس وما أعرف فيه أحد وما أقدر أكون فيه علاقات وإيش نسوي فيه وإلى آخره، نطلع فيه 100 عيب وعيب. والتوسط بينهما أنه الإنسان يحكم على الشيء بعقله، وكمان يسأل قلبه ويقول: هل أنا أبغى هذا الشيء؟ هل هو راح يسبب لي السعادة؟ هل هذا القرار لو اتخذته في هذا الجانب في الحياة يعني يسعدني ولا يشقيني، بغض النظر عن مسألة الربح والخسارة؟ فهنا في الحقيقة في الحياة نحن كلنا على اختلاف
عراقنا وجنسنا وملتنا أيا كان، عندنا نافذتين فقط ننظر فيها للأمور في هذه الحياة. عندنا نافذة العقل ونافذة القلب. في ناس تنظر للأشياء كلها بعقلها فقط وتجلس تحسبها حسابات زي الرياضيات قلنا، وتشوف الأشياء كلها إما أبيض وإما أسود، ومرة إذا غلبوا في اللون يقولوا رماد، يعني رقم، يعني لون في النص كذا باهت ما له داعي. وفي ناس تنظر للأشياء كلها بعين القلب فقط وبعين المشاعر فقط، فتعطي كل شيء لون، إما ألوان حلوة وإما ألوان غير حلوة، أو جميلة وغير جميلة، إما ألوان مشرقة وإما ألوان باهتة، ويغفل فيه العقل. وكلا الطرفين مع الأسف الشديد يقع في خطأ عظيم جدا، ويسيء إلى نفسه وإلى من حوله بهذه القرارات القائمة إما على العقل وإما على القلب، إما على من خلال النظر بمنظار العقل أو من نافذة العقل، وإما النظر للأمور من منظار العواطف فقط والمشاعر. طيب إيش الحل؟ الحل نحن بصفتنا مسلمين، بصفتنا نؤمن بالله سبحانه وتعالى، بصفتنا نؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء، إن ظن بي خير فخير وإن ظن بي شر فشر. نحن بصفتنا نؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، جفت الأقلام ورفعت الصحف. نحن بصفتنا نؤمن بالقضاء والقدر، ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعني لا يقدر الإنسان إلا كل خير، ونؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر المؤمن خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. إذا كنا نحن نؤمن بهذه الأشياء كلها، ونؤمن بما في القرآن: ما أصابك من سيئة فمن نفسك وما أصابك من حسنة فمن الله، إذا كنا نؤمن بهذه الأشياء كلها، معناها أن نحن نحتاج ننظر لكل شيء في الحياة عظيم كان ولا تافه من خلال النافذتين مع بعض، من خلال نافذة العقل ومن خلال نافذة القلب. ليش طيب؟ لأنه نافذة العقل لحالها نافذة قاصرة ناقصة. القرارات لما تؤخذ في الحياة ولا الأشياء لما نعطي رأينا فيها في الأشياء هي خليط من المشاعر والأحاسيس والعقل. الإنسان مش مخلوق بالعقل فقط ولا مخلوق بالمشاعر، مخلوق بالاثنين. فكلا الشيء لما ينضاف في هذا القرار، ولما أجي أحكم على الشيء من خلال العقل ومن خلال الصح والخطأ ومن خلال الحكم الشرعي ومن خلال المنفعة والمضرة ومن خلال مصلحتي ومصلحة غيري، وأضيف على ذلك أقول طيب أنا هذا القرار هو كذا، لكن نرجع نسأل نفسنا في هذا القرار: هل هو قرار يريحني نفسيا، يريحني عاطفيا، يجعل قلبي وروحي في حالة سكينة واطمئنان، ولا هذا القرار لما أتخذه أنا وهو صح لكنه يشقي قلبي، يشقي عقلي، يشقي روحي، يشقي كل من حولي؟ تمام؟ إذن النظر للأشياء في الحياة هو من نافذة هذه وهذه. أغلب الناس وكلنا نقع في خطأ عظيم جدا من خلال نظرتنا للأشياء. خلوني أعطيكم مثال بسيط. الإنسان لما يمرض في هذه الحياة يقدر بالعقل يشوف أن المرض هذا مشكلة، يعني كارثة ومميت، يعني إنسان أصيب بالسرطان ولا أصيب بكورونا ولا أصيب بأي كان من المرض، يقدر ينظر له أنه هو أنا مريض وخلاص لازم استعد، وممكن يكون مرضه خطير للوفاة، فيجلس يعيش في عقله الآن إيش راح يسوي أولادي، ويكتب وصيته إذا عنده وصية، ويجلس يدخل في دراما حزينة ومش عارف إيش، أو يكون ياخذ موضوع المرض هذا بجدية زيادة عن اللزوم لدرجة أنه يكتئب في مرضه من كثر ما هو مريض. طيب، وفي ناس مثلا تقدر تنظر للموضوع ده بشكل عاطفي، انه انا مريض ومحتاج العطف والرعاية والعناية، واذا ما اعتنوا بي زيادة وما شدوا حيلهم معايا هذا يؤذي مشاعري، كأنهم هم مستغنين عني، ويدخل الواحد في حالة حزن ما لها داعي.
في حين المؤمن اللي يخلط في نظرته للأمور وحكمه على الأشياء بعين العقل وبعين القلب، يقدر ينظر للموضوع المرض هذا أنه هو راحة إجبارية من الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان حتى يهدأ، حتى عقله يهدأ، حتى نفسه ترتاح، حتى يعرف تماما أنه لا حول له ولا قوة، وأنه لولا أن الله سبحانه كان معاه فيه ويسوي كل الأشياء، الآن الله قاعد كأنه يقول له ارتاح شوية، اهدأ وركز على نفسك واسترخي، والآن أنت ترفع يدك من كل شيء وتنتبه لصحتك وعافيتك فقط. يقدر الإنسان ينظر للموضوع ده بهذا الشكل. ويقدر كمان ينظر للموضوع المرض أنه هو أجر الله سبحانه وتعالى ساقه لهذا الإنسان بس من الجهة اللي ما يحبها. ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المريض يخرج من مرضه كيوم ولدته أمه، يعني مغفور له، يعني صفحته بيضاء، فبالتالي هو ربحان. وأن المريض يخرج من مرضه هذا بجلد غير جلده ولحم غير لحمه وعظم غير عظمه، فهو يخرج إنسان جديد لما الإنسان ينظر للموضوع بعين العقل وعين القلب. فهنا هو بالعكس هو في رحمة. ولما ينظر لموضوع مرضه هذا أنه أساسا في مرضك دعائك مستجاب، وغير أنه أجرك أساسا قاعد يمشي كما لو كنت في حياتك. اكتبوا لعبدي ما كان يصنعه في أيام صحته، فكل صلواته وقيامه وعمله الصالح اللي كان يسويه ومنع عنه مرضه فهو الآن يؤجر عليه وهو في حال المرض. ولما يستمر في النظر للموضوع بعين العقل وعين القلب يقدر يشوف أنه هو الآن محتاج في فترة مرضه هذا أنه مو بس يركز على صحته وعافيته، إنما يسوي مراجعة لحياته ولقراراته. فربما يكون فرصة في مرضه هذا أنه يصلح بعض الأشياء ويغير بعض القرارات ويعيد النظر في بعض الأمور ويتعلم درس عظيم جدا. وربما في مرضه هذا الإنسان يقدر الآن يمارس الهواية اللي عمره ما قدر يمارسها، ممكن يكون التأمل، ممكن يكون الصمت، ممكن يكون حالة الهدوء، ممكن يعيد التعرف على نفسه في خلال مرضه هذا. إذا الإنسان عمل عين العقل والقلب في مرضه يقدر يتعرف على أهل بيته أساسا من جديد، لأنه هو حيشوف الوجه الآخر اللي ما كان يقدر يشوفه بسبب صحته وعافيته، لأنه دائما مركز على نقاط القوة فيهم. فمن خلال مرضه يقدر ينظر لنقاط الجمال ونقاط الضعف اللي عندهم ونقاط المحبة، ويعرف مكانته ومنزلته عندهم، ويقدر يشوف الجوانب الرقيقة اللي مع زحمة الحياة ما قدر يشوفها هذا الإنسان. يقدر يرجع الإنسان في مرضه طفل صغير مع أولاده لما يقتربوا منه ويسألوه كذا، لما يجلس معهم بهدوء، لأنه الآن مو مشغول خلاص مريض يعني. فيقدر في مرضه هذا يقدر ينظر للموضوع هذا بعين العقل وبعين القلب، ويقدر يخرج منه بفوائد كثيرة جدا. ونقيس على كده أشياء كثيرة جدا في الحياة. الواحد يقدر يشوف كل شيء زي ما يبغى، يقدر يشوفه بعين العقل. عين العقل مليان بالخوف والقلق والترقب والقلق بالمستقبل والحاضر، وأنا إيش أسوي والأيام الجاية لو صار زي كده، وإذا الأمور ساءت وكيف أحل هذه المشكلة. هذا هو العقل. والقلب بعين الخوف، راح نتشرد، راح نجوع، راح ما نقدر ناكل، ما عندنا شغل، الأولاد مو في المدارس، الزوج مفصول من عمله، والله عندنا مشاكل، احنا قتربنا من الطلاق، والله الولد كبر ما تزوج والبنت كبرت ما تزوجت، وإيش حنسوي؟ هذا هو القلق. طيب احنا إذا محتاجين في حياتنا احنا ننظر لكل شيء يعرض علينا، خاصة ان احنا مسلمين مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، ان احنا ننظر للأشياء بعين العقل وبعين القلب. ما نحتاج للكثير من الخوف والقلق، لأن الحياة يعني بما فيها كل شيء يخوف. والسبب حالة الخوف اللي الواحد يشعرها في الحياة الدنيا لأنه مع الأسف الشديد نحن ما صرنا نعيش لا بحكم الإسلام ولا يطبق علينا أي شيء، ولا احنا نطبق أساسا في حياتنا أفكار الإسلام، ولا احنا قادرين أساسا نعيش بصفتنا مسلمين حتى مع أنفسنا. كل علاقتنا بإسلامنا قلنا احنا دائما وأبدا هي الشعائر التعبدية، لكن المفروض أن الشعائر التعبدية هذه تجعل عندنا حالة من الاطمئنان والسكون والراحة. ليش؟ لأنه لما تعرض المشاكل ولا حتى السعادة لما تأتي،
أنظر لها أنه هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، أنه من علي بأمر سعيد يبهج حياتي بالعقل هذا، وبالمشاعر أستمتع بلحظات السعادة هذه بدون الخوف أنه هي راح تنتقل. كثير من الناس لما يفرحوا يخافوا، يقول لك اللهم اجعله خير. والله مرة كثر فرحنا وكثر سعادتنا وكثر ضحكنا، فبالتالي خافوا. فهنا القلق الزايد صار إدمان عندنا إحنا، حالة التفكير الزايد وحالة القلق والخوف الزائد الغير مبرر لها في هذا الأمر. طالعين فاصل وراجعين نكمل معاكم الموضوع المهم هذا اللي هو نوافذ على الحياة، نافذة القلب ونافذة العقل في النظر لكل ما يعرض لنا في الحياة. لا تروح بعيد، خليكم معنا. يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة. وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. رجعنا لكم مرة ثانية نكمل موضوعنا المهم اللي هو نوافذ الحياة. احنا ذكرنا طبعا انه الحياة اساسا كلها ما فيها الا نافذتين، واللي يدور غير هذه النافذتين هو بس يضيع وقته ويضيع جهده. كل القرارات وكل الاشياء في الحياة نحن دائما ننظر لها اما بعين العقل واما بعين القلب، وبناء على هذه النظرة احنا بنتأثر ونؤثر فيها. نحن بنسوي كل شيء من خلال هذه الأشياء. نحن حتى أولادنا لما نجي نرشدهم وننصحهم ونوجههم، نحن في الحقيقة بنسوي هذا الشيء من خلال هذه النافذتين الاثنتين، طيب، في الحكم عليهم وفي توجيههم وإرشادهم. إذا أنا اليوم أبغى أوجه ولدي ولا بنتي لأمر معين وأستخدم بس عقلي فيه، طيب، معناه أن أنا راح أرسم له خط مستقيم في الحياة، طيب، وحوريه وحعلمه دائما أن الحياة خط مستقيم. وإذا كنت أبغى أنصحه وأوجهه وأرشده من خلال استخدام نافذة القلب، راح يعرف تماما أن الحياة كلها خطوط معوجة، يوم حيلاقي نفسه فوق ويوم حيلاقي نفسه تحت، ويوم حيلاقي نفسه معه ويوم حيلاقي نفسه ضد. بهذا الشكل راح يفكر. والحقيقة أنه الحياة ما هي كده. الحياة ليست خط مستقيم، وليست خط معوج، وليست خط يعني زيغزاغ ولا أي شيء. الحياة مجرد خط تمشي فيه، مرة يكون مستقيم ومرة يكون معوج ومرة يكون متعرج ومرة يكون في حفر ومرة يكون طريق الحياة مغلق. ولما يكون طريق الحياة مغلق معناها أن الإنسان العاقل اللي يفكر بعين العقل وعين القلب يعرف تماما أنه ما يقف أمام الطريق المغلق هذا كثير، إنه لازم يدور له على مخرج. والطريق اللي يدور له على يعني مغلق من اليمين ومن اليسار ومن أمامه ومن فوق ومن تحته، معناه هو يحتاج أن يتراجع قليلا إلى الوراء حتى يشوف صورة الطريق هذا كيف شكلها ويبدأ يخطط ويعيد.
لكن كل هذه الأشياء لما يسويها الإنسان لازم ينتبه لشيء مرة مهم، أنه ما يحكم على الأشياء بعقله فقط ولا يحكم عليها بقلبه فقط. طبعا كثير من الناس مثلا يفكروا أنه التفكير بالعقل فقط هو للرجال، والتفكير بالمشاعر والقلب فقط هو للنساء. وهذه طبعا يعني ربما تكون معلومة صحيحة وغير صحيحة، يعني مسألة نسبية هي يعني، لكن يغلب على النساء ليش العاطفة؟ لأنه هم مهمتهم بهذا الشكل قائمة على الغريزة، على الكثير من المشاعر والعواطف والقلب. ليش؟ لأن المرأة هي تفكر في درجة الإحساس بالأمان عندها، أو الشعور أو الوصول لحالة الشعور بالأمان والاطمئنان بالنسبة لها ولأولادها ولعائلتها بالدرجة الأولى، هذه القيمة العليا عندها. لذلك دائما الخوف والحذر هو اللي يحرك المرأة ويخليها تفكر بهذا الشكل، وهذا مما يحفظ قوام الأسرة. والرجل يفكر بعقله حتى لأنه هو مقاتل، يعني خارج بيته يعمل ويجاهد ويناضل ويقاتل ويطلب رزقه هنا وهنا وهنا، فما في وقت للمشاعر. لكن مع الأسف الشديد المرأة بالمبالغة في هذا الأمر والرجل بالمبالغة نسيوا تماما الواحة الآمنة اللي لازم يدخلوا لها هما الاثنين، ويبدأوا من خلالها يفكروا في الأشياء اللي هي واحة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأنهم ليسوا وحدهم على هذه الأرض. فالله سبحانه وتعالى أعطاهم العقل والقلب حتى يستطيعوا أنهم يفكروا بعقلهم، لكنهم كمان يضيفوا الكثير من المشاعر والعواطف لهذا القرار حتى يستطيعوا يوصلوا لحالة صحيحة ومتوازنة من القرار اللي هو يكون أقرب للصواب منه للخطأ. احنا دائما لازم نذكر أنفسنا احنا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، واحنا عندنا إله فوق في السماء يدبر أمورنا، هو النافع الضار. طيب، هو الذي يرزق، هو الذي يحيي ويميت. وفي الأرض ما في إلا البشر فقط، وليسوا آلهة هؤلاء البشر، مهما علوا، مهما كانت قوتهم، مهما كان تأثيرهم، مهما كان نفوذهم، يظلوا بشر. يعني اللي راح يسووه ما راح يسووه إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى وإذن منه. فبالتالي الإنسان ما ينفع يضر إنسان، لما يجي قرار ما ينفع يضر هذا القرار أي أحد إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. كثير من الأمور السيئة تحدث الآن في العالم الناس كلها تتشائم منها، لكنها والله لو الإنسان يراقب بعين الإيمان يجد أنه هذه الأمور التي تحدث هي بلاء لبعض الناس وفرج ورحمة للبعض الآخر، هي سعة لبعض الناس وهي ضيق لبعض الناس. هي مرحلة الإنسان زي ما يبغى ينظر لها يقدر ينظر لها ويقدر يحكم عليها، لذلك ما في حكم مطلق. أما الآن الناس تيجي تقول لك في أمر معين، مثلا أنه يعني ناخذ أمر بسيط، مثلا أنه الواحد خلاص لو أصيب بالمرض الفلاني أو مرض زي مثلا كورونا لازم يموت. ما أعرف ليش لازم يموت، ليش لازم يموت؟ ممكن يمرض وما يعاني حتى، ولا يموت ولا حتى يشعر بالمرض ولا أي شيء. إيش صار؟ ما صار شيء. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بهذا الشيء. أما أخذ الأشياء كلها في الحياة على الإطلاق بهذا الشكل هو الذي يشقي الإنسان. لذلك كثير من الناس يتخذوا قرار ويغيروا قراراتهم ويدخلوا في قرار ويخرجوا من قرار بدون ما يفهموا كيف الحياة تمشي فيها. ببساطة احنا عندنا قرآن، وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا الهدي في السيرة، وعندنا إيماننا بالله سبحانه وتعالى، الإيمان الصادق اللي يحركنا في النظر لهذه الحياة الدنيا، أو النظر من خلال نافذتي الحياة الدنيا للحياة الدنيا نفسها وكيف لازم نعيشها. فما يسوى على الإنسان الآن يعيش في حالة قلق والله لأنه هو أعمل عقله. يريح دماغه الإنسان شوية وياخذ إجازة ويبدأ يفكر بعين القلب قليلا حتى يستطيع الرؤية بشكل أفضل وأجمل وأكثر تفاؤل وإشراق. المؤمن دائما قلنا المؤمن حاله خير، وأمر المؤمن دائما خير، والخيرية هذه تتحقق من خلال النظر للنصف الممتلئ من الكأس. الخيرية هذه تتحقق من خلال التفاؤل. الخيرية هذه تتحقق من خلال عدم تسمية الشيء، حتى الشر ما يسمى شر، لعل في داخله خير. الواحد يقول النبي في القرآن الكريم إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يعني ذكر مع لا يغلب عسر يسرين. الله سبحانه وتعالى ذكر اليسر مرتين، معناها أنه أي أمر نتخذه في هذه الحياة أو ننظر له نظرة سيئة أو نظرة قاتمة أو نظرة قاسية أو نظرة قائمة على الخوف والقلق للمستقبل، لازم نعيد النظر من خلاله لرؤية جوانب الخيرية في هذا الأمر. احنا محتاجين الآن اليوم مثلا نبدأ فيها كخطوة أولى، نحن نراجع أنفسنا
أي قرار اليوم اتخذناه نجلس نفكر فيه، القرار هذا اتخذته بناء على عقلي ولا على قلبي ولا على مشاعري ولا على الاثنين مع بعض، حتى أعرف تماما أنه هذا القرار هو أقرب للصواب منه للخطأ ولا لا. طبعا مع النظر لهذه الأمور وهذه القرارات من خلال نافذة العقل ومن نافذة القلب، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أمر مرة مهم، ودائما نحن نغفل عنه ونستخدمه في أمور معينة ولا نستخدمه في أمور معينة خوفا منه، يعني اللي هو الاستخارة. الاستخارة تعين الإنسان أثناء النظر من خلال هذه نافذة العقل ونافذة القلب في اتخاذ القرارات في الحياة. لكن مع الأسف الشديد نحن ما نستخدم أساسا موضوع الاستخارة هذا إلا في موضوع الزواج فقط، كأنه هو نزل الاستخارة في موضوع الزواج فقط. الاستخارة في أي أمر، في أي أمر، في أتفه أمر في الحياة. والله لو بخرج من البيت اليوم أزور صديقة لي، أستخير الله في هذا المشوار اللي أنا رايحته وأنوي فيه نية صادقة مع الله سبحانه وتعالى. فإذا ما عرفت أوصل لها أعرف تماما أنه هذا الأمر تقدير من الله سبحانه وتعالى أنه ما في خير لي، وأرجع لا أتشائم ولا أكتئب ولا أي شيء. ممكن أكون أنا يعني بقوة حابة أني أخرج هذا المشوار، لكن لما أجي أنظر للموضوع الآن من خلال الاستخارة، من خلال إيماني بالله، من خلال أنه كل أمر المؤمن خير، أعرف تماما أن المشوار ده ما له داعي، وإن شاء الله في وقت آخر أسوي هذا المشوار بدل ما أميت نفسي. الكثير مننا مثلا يرجو أمر معين ويقتل نفسه حتى يحصل عليه ويلح على الله بالدعاء. لما تقول له تعال استخير، طيب بدل ما أنت يعني شاد حيلك في رغبتك في هذا الشيء وإصرار الإنسان في حصوله على هذا الشيء، معناه أنه هو قاعد ينظر للموضوع من نافذة القلب فقط. فلما نقول له تعال استخير الله سبحانه وتعالى ما ينحب. ليش؟ يخاف أنه بالاستخارة يحدث خلاف ما يريد. فهنا الخوف طبعا يبطل كل العمل، فبالتالي هو لا يحصل على الإنسان إلا على ما يكدره. وسبحان الله يحصل لهؤلاء الأشخاص اللي لحوا على الشيء من خلال قلبهم للحصول عليه أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم إياه حتى يشوفوا السوء والشر في هذا الأمر الذي اختاروه ولم يرتضوا خيار الله سبحانه وتعالى لهم فيه. لذلك من هذا الموضوع أرجو من الجميع أن يعيد النظر في حياته. أرجو من الجميع وكلنا نحاول نعيد النظر في حياتنا وفي قراراتنا وفي نظرتنا للأشياء وفي حكمنا على الأشياء وفي إحساسنا بها، أن احنا ننظر من خلال نافذتي العقل والقلب مع بعضهما البعض، وما ننسى أبدا أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو يتولى أموره وهو يدبر أموره وهو يعطيه ما يريد وما يشاء في الوقت المناسب، في الزمان المناسب، في الحالة النفسية المناسبة لهذا الشخص. حتى السعادة اللي الله سبحانه وتعالى يمنحها للإنسان وتيجي متأخرة، لازم الإنسان يكون واثق أنه الآن هو وقتها المناسب اللي الله سبحانه وتعالى يعلمه لهذا الإنسان أنه يستطيع يتحمل حالة السعادة التي يمر بها في هذه المرحلة. ربما لو مرت عليه حالة السعادة هذه في مرحلة مبكرة من حياته بتفكيره العقلي هذاك ما يقدر يتعامل معها. ربما الإنسان يمر بحالة غنى في عمر معين ويتساءل سبحان الله جلست طول عمري فقير ما اغتنيت إلا في آخر عمري. طيب ممكن يكون آخر عمرك ده هو أفضل عمر لك أنت، أنك تكون غني ومرتاح وتتصدق وتسوي بهذا المال أفضل من لو الله سبحانه وتعالى رزقك إياه في أول أمرك. هذا طبعا تفكير العقل، وممكن كنت ضيعت هذا المال لا استفدت منه لا في الدنيا ولا في الآخرة. فمن هنا أقول وأدعو الجميع، جميع مستمعي راديو السلام، رجالا ونساء، أنتم أيها المسلمون، يعني خلينا نقول بصفتنا مسلمين، نحن نعيد النظر في أشياءنا. كثير والله من قرارات قاعد نسمع هذه الأيام وأمور يعني الواحد قاعد يتعلمها ويشوفها في الحياة يكتشف أنه هي ما كان في داعي منها ولا يمكن الحصول عليها بهذه الطريقة من التفكير. نحاول أن نحن نرجع الآن خطوة إلى طريقة التفكير المؤمن القائمة على الثقة بالله سبحانه وتعالى، حسن الظن فيه والتفاؤل بما تأتي به الأيام، وأن الله سبحانه وتعالى دائما يحفظ هذا المؤمن وهذا الشخص المسلم بالطريقة المناسبة له. وما ننسى دائما وأبدا ونذكر أنفسنا أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فلا الإنسان يلوم نفسه
على أي خطوة يتخذها في قرارات في حياته اتخذها بعين العقل أو وبعين القلب، إنه ما صارت زي ما يتمنى، لازم يعرف إنه هذا جهده هو، وأن الله سبحانه وتعالى له قرارات وحسابات أخرى في هذا الأمر وترتيبات تختلف عن ترتيبات هذا الإنسان في أمور حياته. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أنا أكون قدرت من خلال طرح هذا الموضوع قدمت شيء من الإيضاح والتوضيح والمساعدة في كيفية اتخاذ القرارات في الحياة، أنه هي لازم تكون قائمة على العقل والقلب مع بعضهم البعض، وليست على القلب لحاله وليست على العقل في حاله. كنت أنا معاكم خديجة برهان في حلقة جديدة بعد فترة شوية من الانقطاع، في برنامج خطوة مع موضوع جديد ومهم جدا، نوافذ الحياة. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يسهل أمور الجميع، وأن يأذن لنا بلقاء متجدد في الأسبوع القادم في نفس الموعد. ألتقيكم في هذاك الوقت، وأترككم الآن في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الزاد